هذا الفستان اختفى قبل ليلة واحدة من حفل ضخم. دوروا عليه بكل مكان واستجوبوا كل واحد دخل القصر بس بدون أي أثر، والأغرب لقوه بعد سنوات طويلة داخل جدار مخبى داخل القصر. شلون وصل هناك؟ ومنو أخفاه؟ وشلون لقوه أصلاً؟ هاي القصة راح تاخذنا من أغرب القصص والألغاز اللي موجودة داخل قصر البلاسم. أني فرح طيف وهسه بودكاست فرح طيف. طبعا سعيدة كلش هواية تشوفون الفيديوهات وتتفاعلون وياها وتدعموني بالكلام الحلو، هذا كلش يخليني إنه أستمر وأحكيلكم قصص يعني تخص المجوهرات والأزياء يعني بهذا المجال إنه تحبوها. فأريدكم إنه تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات وتكتبون كلام حلو حتى نستمر بدعمكم. لغز قصر البلاسم، القصة اللي حيرت بغداد. ببغداد تحديداً منطقة العظمية سنة 1998 كانت أكو شابة اسمها لما عمرها 23 سنة. بنت عائلة معروفة بمنطقة العظمية، كانت عايشة حياة هادئة نسبياً. لما كانت تشتغل بشركة يعني مال مهندسين أو مقاولات هيجي بهذاك الزمن بعام 1998. تعرفت عن طريق الصدفة عن مهندس اسمه حيدر عمره 28 سنة. قبل شوية قلتلكم حيدر هو مهندس، كان مهندس مدني يشتغل بترميم البيوت التراثية أو الأماكن التراثية القديمة اللي موجودة ببغداد. من ضمن هاي البيوت اللي كان يشتغلها كان يشتغل بقصر البلاسم اللي موجود بمنطقة العظمية. مع الوقت العلاقة بين حيدر ولما تحولت من شغل إلى إعجاب، بعدها تحولت إلى حب هادئ. بنفس السنة تمت خطبتهم. أهل لما كانوا من الناس اللي يحبون الرقي والفخامة، فقرروا يسوون حفل خطوبة لما داخل قصر البلاسم لأن كان من الأماكن المشهورة بالعظمية. فتناقشوا ويا صاحب القصر فقرروا القرار النهائي إنه يسووها داخل قصر البلاسم. قبل الخطوبة بشهرين لما خيطت فستان عند أشهر الخياطين اللي موجودين ببغداد بالعظمية، وتقريبا مدة الفستان طولت 40 يوم. يلا كمل. الفستان ما كان فستان عادي، الفستان كان القماش مالته مطلوب من فرنسا تحديداً اللي معروف بقماش الدانتيل، وكانوا مستعدين يدفعون مبالغ كلش كبيرة من أجل هذا الفستان. نقول ليلة الحادثة قبل يومين من الحفل يوم 15 تشرين الأول عام 1998 الفستان وصل إلى قصر البلاسم وانحط بالطابق الثاني تحديداً. الفستان حطوه بالطابق الثاني وحطوه بغرفة خاصة. هاي الغرفة ما تنفتح، ما بيها بس مفتاحين، مفتاح للعائلة ومفتاح لإدارة القصر. صباح يوم الحفل تحديداً الساعة 9 صباحاً طلعت لما وأمها للغرفة حتى يتأكدون من وجود الفستان. هنا كانت الصدمة، الفستان اختفى، لا مسروق ولا مشقق مثل ما نقول، الفستان ماكو نهائياً بالقصر. حيدر خطيب لما بدأ يهدي الوضع، وإدارة القصر بدأت تبحث بكل مكان عن فستان لما. القصر كله تفتش، الغرف، المخازن، حتى سطح القصر، حتى الحديقة الخلفية اللي موجودة بالقصر. بس الغريب ماكو لا باب مكسور ولا أحد غريب دخل القصر، والحرس بنفسهم أكدوا ماكو أي شخص دخل غريب داخل القصر. بسبب الوقت اضطروا يلغون فكرة الفستان الأصلي، ولما اختارت فستان بسيط كلش هواية وتمت خطوبتها، بس كانت أجواها مليانة توتر وغموض. من ذاك اليوم لحد هذا اليوم لما ما تسأل عن الفستان وتعتبر هديج صفحة وطوتها بحياتها. مرت السنوات وتزوجوا حيدر ولما سنة 2000 وانتقلوا بعيدا عن المنطقة حتى يعيشون حياة هادئة، بظل سؤال الفستان يلاحقهم وراهم. سنة 2022 قررت جهة تهتم بالأعمال التراثية ترجع ترمم قصر البلاسم لأن صار قديم ويحتاج إلى صيانة. بدأوا العمال يكسرون جزء من الجدار موجود بالطابق الثاني أثناء الترميم، ولقوا فراغ صغير موجود داخل الجدار.
ولما فتحوه هنا كانت الصدمة. كان موجود داخل الجدار صندوق خشبي قديم وعليه غبار. فتحوا الصندوق واكتشفوا شنو موجود داخله. داخل الصندوق كان موجود الفستان الأبيض اللي اختفى من سنوات طويلة. الفستان كان موجود داخل الصندوق. بعد كل هاي السنوات الطويلة الفستان ما تأثر ولا صار بيه أي شي، بقى نفس ما هو. هسه أدري راح تسألون نفسكم هو أصلا منو حطه داخل الجدار؟ هذا السؤال اللي كان موجود داخل القصر. شلون انحط داخل غرفة مغلقة؟ هل هذا الموضوع صار صدفة لو كان أكو شخص يعرف أكو جدار مخبأ داخل القصر بالطابق الثاني؟ برأيكم هو شنو اللي صار فعلا؟ هل أكو شخص من داخل القصر هو اللي أخفى الفستان؟ لو هو أصلا كان أكو قصة حب وغيرة؟ لو هو أصلا القصر كان مخبي سر كبير وما انكشف لحد سنة 2022؟ أنا بصراحة برأيي إنه أكو أحد داخل القصر هو اللي سوى وخبأ الفستان داخل الجدار، لأن ما حد ما يعرف إلا من الأشخاص اللي موجودين داخل القصر. اكتبولي رأيكم بالتعليقات، وإذا تحبون هيجي قصص أحكي عن بغداد وفساتين ومجوهرات اكتبولي إياها بالتعليقات. ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات وتدعمون قناتنا حتى تكون أول قناة للعراق تختص بهذا المجال من القصص. مع السلامة، إن شاء الله تكونون بخير.